ازيكم؟ النهاردة حلقة جديدة ومميزة، ومثل قلنا عليه قبل كده: اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. المثل ده متداول عند جميع الناس. يلا بينا نحكي. في فرق كبير بين النقد والتجريح، بين النصيحة والفضيحة، وبين إنك تلاحظ غلط وإنك تفرح بيه. المثل اللي هنحكي عنه النهاردة بيفكرنا إننا كلنا معرضين، وكلنا في لحظة ممكن نتكسر. المثل هو: اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. يلا بينا نروح لأصل المثل. المثل ده من الأمثال الحديثة نسبياً، ظهر لما بدأت البيوت تتبني بإزاز أو شبابيك إزاز كبيرة. الفكرة ببساطة إن الإزاز هش ضعيف بيتكسر بأقل خبطة، فلو أنت عايش في بيت كله إزاز طبيعي ما ترميش الناس بالطوب. ليه؟ عشان أول طوبة هترجع لك هتكسر بيتك. المعنى الأعمق للمثل: ما تدورش على غلطة الناس وأنت أصلاً مليان عيوب. ما تجرحش وانت نفسك ممكن تنجرح. هو احنا سألنا ليه بنرمي الطوب أصلاً؟ السؤال الحقيقي هنا مش عن المثل، السؤال: ليه بنحب نحدف الناس بالطوب؟ يا ترى ليه؟ ممكن يكون خوف، لما هاجم غيري بحس إني بعيد عن النقد. ممكن يكون إسقاط، أنا مش راضي عن نفسي فبفرغ ده في غيري. تخيلوا إنها ممكن تكون غيرة، لما أشوف حد ناجح فانشر عنه غلطه عشان الناس ما تحبوش زي ما أنا مش عارف أحبه. والمشكلة مش بس في الطوب، المشكلة إننا بنرميه وإحنا ساكنين في بيوت هشة جدا، بيوت من علاقات متوترة وصحة نفسية على الحافة وقصص مكسورة. في أمثلة من الواقع طبعا، كل مثل وفي مثال. زي واحدة بتكتب بوست عن بنت لبسها مش محتشم، مع إنها بتقضي نص وقتها على تيك توك تقلد نفس اللبس في البيت. أو شاب بيقول كل البنات مادية، مع إنه بيرفض أي علاقة مش هتديله إحساس بالسيطرة. بنت تضحك على صاحبتها عشان اتعلقت بحد وندمت، مع إنها عندها نفس الجرح بس مخبياه. مدرس يعيب على طالب إنه مش بيذاكر وهو أصلاً بيصحح من غير ما يقرأ كويس. كلنا بنعيش في بيوت إزاز، كلنا رمينا طوب قبل كده حتى لو بدون قصد. إيه رأيكم لو ناخد في الحلقة دي تحليل نفسي؟ لما ترمي بتحمي إيه؟ في علم النفس ده بيتسمى deflection، الإسقاط أو الانحراف عن الذات. يعني لما أوجه تركيز الغلطات الناس عشان ما واجهش نفسي. لما أضحك على حد تخين، أنا غالباً متضايق من شكلي بس مش قادر أعترف. لما أقلل من حد ناجح، أنا غالباً حاسس إني مش كفاية بس مش بعترف بده. فاللي بيرمي الطوب مش دايماً شرير، أوقات بيكون متألم وخايف يبين ضعفه، بس ده ما يمنعش إن الضربة بتوجع. رسالة حلقتنا النهاردة بتقول: قبل ما ترمي بص حواليك وبص جواك. ساعات بنبقى قاعدين في بيت كله إزاز وواخدين جنب الشباك وبنرمي الناس وإحنا أول ناس ممكن ينكسروا. المثل بيقولك بمنتهى البساطة: لو أنت مش كامل ما تفضحش غيرك، ولو كامل ليه بترمي أصلا؟ في ختام حلقتنا خلي بالك من طوبك، لأنك ساكن في بيت حساس اسمه نفسك. استنوني الحلقة الجاية من حكاية مثل، هنتكلم عن مثل شعبي بيقولك كلمة يا ريت ما تعمرش بيت. وهنا بنتكلم عن الندم والفرص اللي ضاعت، وليه يا ريت ساعات بتهد مش بتبني. كنت معاكم النهاردة نانا جمال، وده بودكاست حكاية مثل. ما تنسوش تتابعوني على فيسبوك ربع ساعة عقل مع نانا جمال، أو انستجرام mindmind1515. لو بتحب تسمع الحلقة على يوتيوب تابعني على حروف مسموعة. سلام مؤقت.